أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فهذه مقدمة عامة حول علم أصول الفقه وفائدته وضرورته لكل طالب لعلوم الشريعة أصولها وفروعها. وإنما وجب التذكير فقط بما سبق بيانه في سنوات سابقة بهذا المجلس المبارك من كراسي العلم، ذلك أن طالب علوم الشريعة بصفة خاصة لا بد وأن يحيط بالضروري، على الأقل بالضروري، من علم أصول الفقه، أصوله وقواعده وكل ما تعلق به، لأن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه لا يحتاجه الفقيه فقط، وإنما يحتاجه كل دارس لأي علم من علوم الشريعة. يحتاجه المفسر بصورة أكيدة جدية، لأن المفسر لا يمكنه أن يتطرق إلى كتاب الله جل وعلا بالبيان والتأويل والتفسير إلا إذا كان ملما بهذه القواعد التي هي قواعد أصول الفقه، لأن المفسر هو فقيه أيضا، إذ سيتعرض لآيات الأحكام، وقبل ذلك وبعد ذلك، ليس فقط لأنه سيتعرض لآيات الأحكام وهي آيات تتضمن أحكاما من الحلال والحرام وما تعلق بالأحكام الخمسة من العلم، ولكن أيضا حتى في الآيات الأخرى التي قد لا تتعلق بآيات الأحكام ولكن تتعلق بالعقائد أو بالقصص أو بالوعظ أو بالبشارة والنذارة إلى غير ذلك من الوعد والوعيد. كل ذلك لا يستطيع المفسر بيان مقصده التأويلي التفسيري إلا بالتعرف على قواعد التفسير التي هي في الأصل، أقول قواعد التفسير في الأصل قواعد وضعها علماء أصول الفقه عبر التاريخ. ولعل الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان يسطر ما سطر في كتاب الرسالة، وهو يقصد أن يضع منهاجا للمتفقهين لدراسة الكتاب والسنة، قد وضع فيما وضع رحمه الله منهاجا لفهم كتاب الله جل وعلا. فإذا المفسر هو أيضا بالضرورة في حاجة إلى قواعد علم أصول الفقه. ثم أيضا دارس السنة، وعلوم الإسلام إما مأخوذة من الكتاب أو من السنة. ثم أيضا قلت دارس السنة لأن غاية السنة من حيث يعني علوم السنة بصفة عامة إما أن تتعلق العلوم بها من حيث إثباتها، وهذا هو المتعلق بعلوم السند والرجال والمصطلح أيضا وما تفرع عن هذا وذاك من معاني إثبات الأحاديث النبوية الشريفة، إما هذا، وإما أن الأمر في دراسة السنة يتعلق بفقه السنة أو ما يسمى بأحاديث الأحكام أيضا. فكلا الأمرين وكلا الصنفين وكلا العلمين من إثبات السنة أو فقه السنة كل أولئك في حاجة إلى علم أصول الفقه أيضا، لأن الأصوليين تحدثوا عن السنة إثباتا ونفيا، أي من حيث أسانيدها ومن حيث قواعد رد الأخبار وقبولها، أخبار الآحاد وأقسام ذلك، كل هذا له دروس وله قواعد وله أصول في كتب أصول الفقه. وكثير من القضايا التي يدرسها المحدثون من حيث الإثبات وعدم الإثبات، من حيث الاحتجاج والحجية، حجية المرسل، خبر الآحاد، كل ذلك في حقيقة الأمر ولو وجدته في كتب علماء الحديث فهو في الصلب مادة أصولية. أما ما يتعلق بأحاديث الأحكام من حيث فقه السنة فهذا يعني أوضح وآكد وأبين، فذلك لا بد أن يكون من صلب علم أصول الفقه. وأنا شخصيا أسمي الدراسات التي تناولت كتب السنة من حيث الأحكام أسميها علم أصول الفقه المطبق. علم أصول الفقه
منه ما هو نظري وهو الذي تجده في كتب الأصول، يعني كالرسالة والإحكام للآمدي والمستصفى للغزالي والموافقات للشاطبي وهلم جرة. يعني هذه كتب تنظر للعلم وتبين العلم من حيث هو نظر، من حيث هو قواعد وكليات وأصول. لكن كتب الأحكام الحديثية وكذلك آيات الأحكام هذا وذاك تجد فيها أصول الفقه المطبق. فلو مثلا نظرت إلى كتاب القبس لأبي بكر بن العربي المعافري الذي هو كتاب في شرح الموطأ للإمام مالك، أو نظرت إلى كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي في شرح موطأ مالك، أو نظرت إلى كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني وما شابه هذا وذاك، فهذه كتب في فقه الحديث تجد فيها فعلا أصول الفقه مطبقا أحسن ما يكون التطبيق. والدارس لعلم أصول الفقه إن أراد فعلا أن يكتسب خبرته وليس فقط أن يتلقى معلوماته، فرق كبير بين الأمرين. أن تتلقى المعلومات يعني أن تحفظ متنا أو متنين من هذا العلم أو ذاك، فقد استجمعت المعلومات يعني الأساسية والضرورية الموجودة في هذا العلم أو ذاك. يعني أي خلاصة في أصول الفقه تغنيك وتكفيك. لكن إن أردت أن تكون خبيرا بالأصول أي لك خبرة ولك قدرة أيضا أنت على النظر وتجديد النظر في هذا الدليل أو ذاك، فلا بد وأن تدرس علم أصول الفقه المطبق الذي تجده في مثل هذه الكتب. فكتاب نيل الأوطار للشوكاني مثلا كتاب غني جدا بالقواعد الأصولية المطبقة، تراها كيف تتعلق بالدليل ثم كيف تقوم باستخراج الحكم من الدليل وبيان تنقيح ذلك المناط أو تحقيقه أو تخريجه قبل ذلك إلى أن تراه حكما راجحا أو مرجوحا إلى غير ذلك من الاجتهادات التي يقوم بها المصنف أو الباحث أو الدارس. وكذلك في الكتب المالكية مما مثلت به ككتاب القبس، فعلا كتاب القبس على وجازة حجمه في مجلدات 3 فقط، على وجازة حجمه كتاب قد جمع من العلم أغزار ما يكون الجمع. وتحدث يعني عن الجانب الأصولي، لأنه سعى صاحبه كما قال في مقدمته سعى إلى بيان أصول مالك والتنبيه عليها كلما وردت الإشارات إلى ذلك في موطئه رحمه الله أي موطئ مالك. فابن العربي المعافري كان يسعى كلما كانت هنالك إشارة ظاهرة أو خفية من مالك رحمه الله في موطئه إلى أصل من الأصول يقوم ببيانها والتأصيل لها، وله اصطلاحات عجيبة جدا في كتاب القبس. وكذلك طبعا المنتقى للباجي، والباجي معروف أنه يعني هو الذي أرسى قواعد مذهب مالك في زمان كان يعيش فيه الإمام ابن حزم عدو المالكية الشهير، هذا معروف. أيضا في كتب آيات الأحكام، ولا نذهب بعيدا لنمثل بأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المعافري، وأيضا لك أن تمثل بغيره ككتاب أحكام القرآن للكي الهراسي وهو شافعي، وأحكام القرآن للجصاص وهو حنفي. هذه الكتب وأضرابها، والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي الأندلسي، هذه أيضا تجد فيها القواعد الأصولية مطبقة بغزارة وبكثافة، فتدرس فيها علم أصول الفقه المطبق. وهذا يمكن الإنسان من اكتساب الخبرة العلمية وليس المعلومات العلمية وحسب. فإذا خلاصة الأمر أن أصول الفقه نافع جدا بل ضروري لكل طالب لعلوم الشريعة، قلت أصولها وفروعها. من هنا إذن نخلص إلى أن الإنسان يجب أن يكتسب أولا في هذا العلم، يعني كأنه نوع من الترتيب المنهجي لطلب هذا العلم، لا بد وأن يكتسب مقدمة نظرية فيه، لا بد وأن يعني يكتسب مجموعة من المعلومات الكافية التي تكفيه ليتقن مصطلحه، حتى إذا يعني وجد لفظة في كتاب من كتب الفقه
ولفظة أصولية يعني مصطلحا أصوليا في كتاب من كتب الفقه أو كتب الخلاف العالي والفقه المقارن كما يسمى في هذا العصر، أو في آيات الأحكام، كتب دراسة آيات الأحكام مما مثلت به، أو أحاديث الأحكام، فاهم المراد. إذا وجد مصطلحا فيقول مثلا وهذا المعنى أو هذا الحكم إنما أخذ عن طريق مفهوم المخالفة مثلا، أو هو من قاعدة سد الذرائع، أو إنما أخذ مالك هذا المعنى بناء على قاعدة مراعاة الخلاف أو سد الذريعة أو غير ذلك من الألفاظ الاصطلاحية الخاصة بأهل هذا الشأن. كلما وجد عبارة من هذه العبارات فهم المراد، لأن هذه المصطلحات هي المفاتيح التي يفتتح بها باب العلم. وهذه المصطلحات إنما تؤخذ أولا بالنظر، أي بالعلم النظري، لا بد من مقدمة أو ملخص يدرسه الطالب في هذا المجال ليفهم مصطلحات أهل الشأن. ثم إضافة إلى ذلك يحيط بأهم المباحث الموجودة في هذا العلم حتى لا يغيب عنه مبحث من مباحثه. لا بد وأن يعرف أن الأصوليين يدرسون الأدلة بهذا الشكل، يدرسون الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة الأخرى. ثم لا بد وأن يعلموا أنهم يدرسون في الكتاب أو في غير ذلك، يعني أحيانا يأتي في باب الكتاب، في باب دليل الكتاب، أو في باب مستقل ما يسمى بمباحث الأقوال، وهي القواعد اللغوية الدلالية التي يدرسها الأصوليون من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين وما تعلق بهذا وذاك من وضوح الدلالة وإبهامها إلى غير ذلك من المراتب التي علم أن الأصوليين درسوها في هذا الباب. لا بد وأن يعلم الاصطلاحات والمفاهيم التي استعملوها في هذه الأبواب جميعا. لا بد وأن يلم بشيء أو بالأساس من مقاصد الشريعة، وجانب مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه ولا ينبغي فصله عنه كما زعم بعضهم إلى غير ذلك. إذن من الأبواب التي درست في هذا العلم لا بد وأن يحيط بأهم الأبواب التي درست في علم أصول الفقه. إضافة إلى هذا وذاك لا بد وأن يعلم اختلاف المختلفين حول الأحكام الأصولية، ولا أتحدث عن الأحكام الفقهية، لا، عن الأحكام الأصولية. هل مثلا هل العموم يعني هو قطعي الدلالة على معناه قبل تخصيصه، أم يكون ظنيا وإنما يقطع به بعد تخصيصه؟ وإذا خصص هل يبقى قطعيا على المعنى المخصص أم لا يبقى، أم يبقى على الظن إلى غير ذلك من الاختلافات التي وردت؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم ليس نهي عن ضده؟ هل يجوز أن يقع التكليف على المشركين أيضا أم لا يجوز أن يقع التكليف على المشركين؟ لأن ذلك يترتب عنه فقه، لأن هذه الاختلافات كلها يترتب عنها فقه. وبعضهم قد يظن بأنه بعض الاختلافات لا يترتب عنها فقه، بل كثير من الاختلافات الأصولية يترتب عليها اختلاف أيضا في الجانب الفقهي وفي الأحكام التي يقول بها هذا الفقيه أو ذاك. هل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ اختلاف العلماء لا بد وأن يلم به طالب العلم حتى يعلم المذاهب وأقوالها ويعلم أدلة كل مذهب وكيف رجح هذا قوله وكيف رجح الآخر قوله، لأنه بغير ذلك لا يستطيع فعلا أن يكتسب الخبرة الحقيقية لهذا العلم أو ذاك. إذن هذه جملة عامة من البيان للجانب النظري من العلم لا بد وأن يلم به طالب العلم أي علم، يعني سواء كنت تريد أن تدرس الحديث أو تريد أن تدرس الفقه أو الأصول أو العقائد أو اللغة، لا بد وأن تلم بالمبادئ النظرية. وهذه المبادئ النظرية دأب علماؤنا عبر التاريخ على وضعها في كتيبات ميسرة ملخصة وشرحوها شروحا مختلفة. ولهذا والحمد لله نجد الآن بين أيدينا كثيرا من هذا النوع من المصنفات لدراسة هذا العلم أو ذاك عبر خلاصة يعني يقوم المتدارسون للعلم بشرحها وبتدارسها حتى ترسخ في أذهانهم أصولها النظرية وكلياتها التقعيدية. فإذا حصل لطالب العلم هذا
يعني القدر الكافي من النظر في العلم، القدر الكافي، ولا ندعي أنه سيحيط الإحاطة التامة، لأنه لا وجود لعلم يستطيع الإنسان أن يحيط به الإحاطة التامة، وإنما المحيط بالعلوم كلها رب العالمين جل وعلا. فإذا قلت إذا حصل له القدر الكافي، نقول هكذا القدر الكافي، فآنئذ ينبغي أن ينتقل إلى المجال التطبيقي، وكلامنا الآن عن علم أصول الفقه. يعني إذا استطاع أن يلم بأهم المبادئ الضرورية لهذا العلم، وجب أن يدرس أصول الفقه مطبقة على آيات الأحكام أو على أحاديث الأحكام أو عليهما معا. إذا جمع بين الأمرين فهو أحسن، وإذا وسعه الزمان وواتته الظروف فذلك شيء حسن. والمتفرغ لطلب العلم قطعا هذا شأنه في العادة، لا بد وأن يدرس آيات الأحكام وأحاديث الأحكام مطبقة عليها أصول الفقه وقواعده، وهذا موجود كما بينت آنفا وكما أشرت إليه، وضربت أمثلة لهذه الكتب ولهذه المصنفات مع بعض البيان لبعض المذاهب الفقهية في هذا وذاك. إذا حصل له هذا النوع من الإحاطة بإذن الله، فإنه يتهيأ آنئذ ليكون أو لتكون له خبرة، فإنه يتهيأ آنئذ لتكون له خبرة فقهية. ما معنى ذلك؟ أي سيحصل الملكة الفقهية، وهذا هو أهم شيء في طلب هذا العلم. وها هنا لا بد وأن نفرق بين الفقيه بالمعنى الحقيقي للكلمة وبين ناقل الفقه، بين المفتي وبين ناقل الفتوى أو راوي الفتوى. فليس كل من اكتسب معلومات في الفقه بفقيه، وليس كل من نقل فتوى بمفتٍ، طبعا كلا. إنما الفقيه من يفقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا ألقي عليه دليل القرآن أو دليل السنة يفقه عن ذلك كيف، هذا هو السر في المسألة، هذه الملكة، يفقه كيف ينزل ذلك الحكم على وزان النازلة، يستطيع أن يستنبط المعنى تخريجا وتنقيحا، ثم يستطيع أن ينزله على النازلة على وفقها بما تقتضيه ظروف الزمان والمكان والإنسان، وهو ما يسمى بتحقيق المناط عامه وخاصه. إذن هذه خبرة، هذه ملكة، وهذا هو الفقيه حقيقة. وهذا لا يتأتى لمن حفظ المتون فقط. حفظ المتون شيء حسن، ما ينبغي أن يقال إنه يعني أساليب رديئة وكذا، لا. المشكلة أين هي؟ المشكلة في الوقوف على المتن وعلى الاستظهار فقط، بل يجب وإنما هي مرحلة أولية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى مرحلة أخذ الخبرة، لأن شأن المتن أن يعطيك معلومات، والمعلومات لا تكفي، لا بد وأن يكتسب الإنسان الخبرة، لأن الخبرة هي التي تولد الحكمة، وهو إحسان تنزيل المعنى على محله وعلى وفقه. قد يكون المعنى في ذهنك، هذا علم، لكن لا تكون لك الخبرة على تنزيله على محله المناسب، هذه خبرة أو حكمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، وليس الكتاب وحسب والحكمة، وإنما الحكمة وضع الشيء في محله، وهي السنة. لأن السنة ماذا كانت تصنع؟ السنة كانت تنزل أحكام القرآن على ما يناسبها في الواقع، وتلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان حكيما حقا. والمؤمن الذي ينبغي أن يتفقه في دين الله وأن يسير بالعلم تجديدا وتطويرا واكتسابا للحوادث والنوازل، لا بد وأن يسير على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام من تنزيل المعاني على وفقها وعلى محلها، وهو السنة، يعني أنه على منهج السنة ومنهاجها، من حيث إن له القدرة على تنزيل الأحكام على وفقها ومحلها بشروط الزمان والمكان والإنسان. هذا المعنى العظيم هو الذي يجعل الإنسان فقيها حقيقة، وهذا الذي ينبغي أن يتجدد فينا. مع الأسف هذا الذي مات فينا
لأنه أتى على الأمة حين من الدهر يعني صارت تحفظ المتون وتتبارى في التباهي بالاكتساب لكثير من المعلومات، ولكن مع الأسف لا تحسن توظيف تلك المعلومات. وإنما الفقه إحسان توظيف المعلومات لا جمع المعلومات وحسب. هذا الفقه، إحسان وإتقان توظيف المعلومات على حسب ما تقتضيه الظروف، ظروف الإنسان والزمان والمكان كما عبرت آنفا. هذا المنهج وهذا الأسلوب بحول الله عز وجل من الجمع بين النظر وبين التطبيق، بين أصول الشيء وبين تصريف أو كيفية تصريفه في فروعه. هذا المنهج أو المنهاج هو الذي يكسب طالب العلم خبرة فعلا ويكسبه ملكة الاجتهاد. تبدأ بصورة جزئية في الإنسان وتتوسع ولا تزال قدمه ترسخ في العلم وطلبه بقدر ما يرسخه هو في طلب العلم، بقدر ما تكون له الحنكة وبقدر ما يكتسب العلم والخبرة والحكمة في التعاطي لهذا العلم أو ذاك. إذن بحول الله جل وعلا سنحاول أن ندرس جملة من أصول مالك رحمه الله من خلال الرسالة التي أشرت إليها آنفا، وهي رسالة محمد بن حيان الولاتي أوجز المسالك إلى أصول الإمام مالك. وقد اطلعت عليها رسالة لطيفة جدا حسنة جامعة لأهم ما ورد عن مالك رحمه الله وعن أتباعه ومؤسسي المذهب المالكي بصفة عامة في المجال الأصولي. ندرسها ونحاول أن ندرس كيفية تطبيق قواعدها وأصولها على وقائع الأحكام في الكتاب والسنة بحول الله عز وجل، من بعد ما أخذنا نظرة شاملة عن تعريف هذا العلم وطبيعته من خلال ورقات الإمام الحرمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين الأولين وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. فما زلنا في إطار التقديم لهذه المادة، مادة علم أصول الفقه، ريثما نحصل إن شاء الله على الكتاب الذي وصلنا إليه بعد سرد الورقات السنة الماضية. نسرد بحول الله في الحلقة المقبلة كتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك لمحمد يحيى الولاتي رحمه الله. والكلام في الأصول لا بد وأن ينتشر بين طلبة العلم، خاصة في هذه المرحلة من الزمان التي نحن فيها، وقد اندرس هذا العلم إلا قليلا، أي الذين يهتمون به ويدرسونه هم قلة، وعليه فقد انتشر نوع من الجهل بالنصوص من حيث مقاصدها ومن حيث مفاهيمها، نظرا لقلة من يشتغل بآلات فهم النص، أي بقواعد فهم النص تماما، كما أن العربية إنما تفهم بقواعدها من قواعد النحو والبلاغة وفقه اللغة، فكذلك الكتاب والسنة لا ينتجان للعالم ولا لطالب العلم فقها إلا إذا اشتغل بأدوات استنباط الفقه، وهو المسمى بعلم أصول الفقه. ولذلك أيضا وجب البيان بأنه لا فقه إلا بأصول، لا فقه إلا بأصول، لا يتصور في العقل ولا هو كذلك في الواقع أن يوجد فقيه بالمعنى الحقيقي لكلمة فقيه، لأن الفقيه إنما هو من يفقه عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفقيه، من يفقه عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد وجدت لبعض الجكانيين كلاما لطيفا، وهو أحمد بن محمد المختار الشنقيطي الجكاني، كلاما لطيفا في شرحه لمختصر خليل، سماه أيضا هو مواهب الجليل، لكن قال في أدلة خليل، أي أنه حاول أن يجد الأدلة لكل قول
في المختصر الخليلي، أحد الموريتانيين معروف يعني، قال كلاما لطيفا حول الفقه والفقهاء، وقال إن هذا الذي نسميه اليوم في غالب أحوالنا بالفقيه ليس بفقيه في غالب الأحوال، لأنما هو ناقل فقه، وإنما الفقيه هي صفة فقيه فعيل كشبيه، هذه الصفة تدل على أنه قد فقه، وكونه فقه إنه أدراك مرامي الأحكام ومرامي المقاصد من كل نص من كتاب الله أو سنة رسول الله تعرض له، فهو إذن يقوم بعملية الاستنباط. هذا هو الفقيه، أي الذي ينتج العلم. فرق بين الذي ينتج العلم وبين الذي ينقل العلم. فنقل العلم نعم لا بد له من مستوى من التحصيل جيد، لأنه لا ينقل العلم إلا من يفهمه، لأنه لا يمكن أن ينقل العلم جاهل، فإذا نقله ربما قلبه وغير مقاصده وحرفه من حيث لا يدري. فلا بد من أن يكون ناقل العلم طالب علم أولا. لكن كلمة الفقيه عند الأقدمين إنما كان تطلق على الذي ينتج الفقه، أي له قدرة الاستنباط، وإما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في إطار المذهب. ولا يتصور حالة ثالثة، أي لا يمكن أن يكون إنسان ما يعني ينتج الفقه ويستنبط الأحكام ولا يكون مجتهدا، لأن معنى الاستنباط معناه الاجتهاد، فالاجتهاد كل والاستنباط جزء من ذلك الكل. فمن كان مستنبطا فهو بالضرورة مجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في إطار المذهب. ومعنى هذين الاصطلاحين الاجتهاد المطلق والاجتهاد في إطار المذهب أن الاجتهاد المطلق هو تلك العملية الاستنباطية التي يقوم بها عالم ما بأدواته هو التي استنبطها واستقرأها لنفسه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما رآه وأوصله إليه اجتهاده من الأدلة العقلية التي ارتضاها لنفسه. فهذا يسمى مجتهدا مطلقا، ولا يكون مقلدا في الأصول لغيره، يعني في هذه الأصول لا يكون مقلدا لغيره، كمالك رحمه الله وكأبي حنيفة قبله والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد والأوزاعي والإمام الطبري. هؤلاء جميعا كانوا من نوع المجتهد المطلق، لأنه لا يمكن أن يقال إن الشافعي كان مقلدا لمالك، ولا إن مالكا كان مقلدا للطبري، ولا عفوا الطبري جاء بعده، ولا يقال كان مقلدا لأبي حنيفة ولا لمن كان قبلهم جميعا، لأن مالكا له أصوله الخاصة به وأبو حنيفة كذلك وهلم جرا. لكن حينما نأتي إلى الذين جاءوا بعدهم من أهل الطبقة التي تالت بعد، أي تقريبا بعد القرن الثالث الهجري، لأن أحمد بن حنبل توفي رحمه الله في حوالي أواسط القرن الثالث 241 هجرية، يعني حوالي أواسط القرن الثالث الهجري. فبعد ذلك جاءت طبقة أخرى من الفقهاء، نعم كان منهم مجتهدون لكن في إطار المذاهب التي سبقت. ولنضرب مثالا بأئمتنا في مذهبنا هذا الذي نعتمده ببلاد المغرب، يعني ممن عرف في تاريخ المذهب من العباقرة الفطاحل الذين يعني جددوا فعلا الفقه وأنتجوا واستنبطوا، كانوا مجتهدين، كأبي بكر بن العربي المعافري صاحب كتاب القبس في شرح موطأ مالك، وصاحب أحكام القرآن، وغيره من الكتب. له كتاب أيضا في الأصول، وله عارضة الأحواذي في شرح سنن الترمذي وغير ذلك من الكتب. كذلك الإمام القرطبي كان مجتهدا مستنبطا فقيها، دل على ذلك كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسيره، فهو تفسير فقهي يستنبط الأحكام ويرد أحيانا على الإمام مالك وهو مالكي. وغير هؤلاء كثير، الإمام أبو إسحاق الشاطبي، ابن رشد الجد، وغيرهم كثير من أئمة، أبو الوليد الباجي، يعني أئمة فطاحل كثير كانوا من المذهب المالكي، كانوا مجتهدين وكانوا مجددين في إطار المذهب المالكي. كما أن لكل مذهب مجددوه والمجتهدوه ومجتهدوه،
فمثلا إذا أخذنا في من الحنفية مشهور جدا أبو بكر الجصاص صاحب أحكام القرآن، أيضا كان فقيها عالما، وأيضا الإمام الطحاوي وغيرهم كثير يعني ممن كان لهم سبقون وكانت لهم ريادة وكان لهم اجتهادهم الخاص. الكي الهراسي أيضا شافعي له أحكام القرآن وهو مستنبط وفقيه، وكثير من هؤلاء وأولئك كانوا أهل اجتهاد وأهل استنباط. لكن الذي أحببت أن أقرره هذه الحصة بهذا المجلس المبارك أن هذا الاجتهاد لا يخرجهم وإن كانوا مجتهدين عن إطار مذهب أو مذاهب أئمتهم. لماذا؟ لأن الأدوات التي اشتغلوا بها هي أدوات إمام المذهب، فحتى ولو رد أبو بكر بن العربي المعافري على مالكين فهو يرد عليه بمنهجه وبقواعده، ولذلك فهو منه وإليه. فأبو بكر بن العربي المعافري مثلا يشتغل بعمل أهل المدينة ويعتمده أصلا، وكل من اعتمد عمل أهل المدينة أصلا فهو مالكي، هذا هو معنى، فهو مالكي حتى ولو وصل في نتائج بحثه واجتهاده إلى غير ما وصل إليه مالك. فلا ينبغي أن يفهم إذن أن من رد على إمامه أنه خرج عن المذهب، كلا، لا يخرج عن المذهب إلا من أخل بشروط المذهب أي بأصوله. وهذه مع الأسف من الأشياء التي تنوسيت في العصور المتأخرة، فيعني صار الناس إلى نوع من الإلزام بفروع المذهب، وهذا غلط. يعني كيقول لك إلا ما درتش هذا الحكم هذا الشرعي فقد خرجت عن المذهب المالكي، هذا غلط وليس بصحيح. الذي خرج عن المذهب المالكي هو الذي أخل بشروط مالك في الاستنباط. أما من خالفه إن كان من أهل الاجتهاد ماشي عاود من هبة ودب، لأن المقلد راه مقلد في نهاية المطاف لا يسوغ له الاجتهاد. أما من خالفه في فرعين من الفروع فلا يقال خرج من المذهب المالكي ولا من الشافعي ولا من الحنبلي. فعلماء المذهب المالكي خالفوا مالكا في مسائل كثيرة، ومشهورة جدا مقولة الأندلسيين وهم مالكيون عبر التاريخ. كانت لهم مقولة مشهورة يقولون فيها لسنا مماليك لمالك، مماليك جمع مملوك وهو العبد، فنحن مالكيون لكن لسنا مماليك لمالك، أي إذا أصاب أصبنا معه، وإن أخطأ يعني إن قدرنا أنه أخطأ في تلك الفتوى أو إن قدرنا أن فتواه تلك كانت متعلقة بزمان معين وبمكان معين، لأن مالك رحمه الله قد يفتي فتوى تتعلق بزمان وبمكان أي بعرف، يجري فتوى على عرف ما، فإذا تغير العرف أي تغير الوطن والبلد وجب أن تتغير الفتوى، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان. وأيضا قالوا الحال أي حال هذا الإنسان، أعطيه فتوى اليوم باعتبار حال كان عليها، وأعطيه فتوى مناقضة لها غدا باعتبار أن حاله تبدلت وغيرت، وهو أي حتى الإنسان لم يتغير وإنما تغيرت أحواله. إذن ما نراه اليوم من اجتهاد في الفقه أو على الأقل ما يمكن أن نسميه بنهضة في علوم الشريعة وفقهها، لا يمكن أن يزعم أحد أنه قد خرج عن المذاهب مطلقا حتى ولو ظن ذلك، وإنما هو يصنف إلى إحدى أو إلى أحد المذاهب المشهورة. لماذا؟ لأننا قررنا بمقتضى التحليل العقلي الواضح الإنسان بين أحد أمرين، إما أن يجتهد بأصول أو بغير أصول، فبغير أصول مستحيل ولا يسمى ذلك اجتهادا، هذه فوضى. ما ممكن للإنسان أن يقول أو أن يزعم أنه يستنبط حكما شرعيا بغير أصول، ما ممكن، فلا بد أن له أصولا. إذا كانت له أصول وقد ألغينا الاحتمال الأول أنه يجتهد بغير أصول، وهذا من فعل الجهلة أو الذين يعني يتتبعون الرخص لا يهمه أو الأهواء. فإذا أن يجتهد الإنسان بأصول أي له نظام، له قواعد معينة يشتغل بها. هذه الأصول أحد أمرين، إما أنها لإمام سابق أو أنه هو ابتدعها، هي له
ولم تكن لأحد قبله من السلف. فإذا كانت له ممكن أن تكون له نظرة جديدة يعني في أصول الفقه وقواعده، فيقعد قواعد ما سبقه أحد من العالمين إليها، ممكن عقلا ممكن، لكنه غير واقع، ما موجود. ولذلك الذي يقول عندي أصول نقول له هاتوا برهانكم، أعطينا هذه الأصول. وإنما غالب من وجدنا من علماء العصر وهم أجلاء وعلماء لا شك في ذلك، لهم أصول نعم، لكنهم أخذوها ممن سبقهم، سواء في ذلك من صرح بأصوله ومن لم يصرح، فهم إذن مجتهدون نعم، ولكن في إطار المذاهب السابقة. يعني والآن يعني نجد دعوة يعني كلام أن هنالك من نبذ المذاهب الفقهية، هذا غير موجود. يعني الذي خرج من المذاهب دخل إلى مذهب معين، وسأبين ذلك بحول الله عز وجل. حينما نشأت حركة الفقه في التاريخ القديم، أي مع جيل التابعين وأتباعهم منذ جيل الصحابة، كان هنالك نوع من التباين لدى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا، ثم الذين بعدهم من التابعين، ثم الذين بعدهم من أتباع التابعين، إلى جيل فقهاء الأمصار الذين برزوا مع نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري، مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قلت هذه الرحلة الأولى، هذه يعني البوادر الأولى لبروز مدارس الفقه، كان فيها اتجاهان مشهوران: اتجاه أهلي أو اتجاه أهل الآثار، واتجاه أهل الرأي. فأهل الآثار هم الذين غلبوا النصوص والرواية في عملهم وعلمهم، لا يأخذون إلا بما ثبت أنه روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على أحد من الصحابة، فهؤلاء أهل الآثار. وأهل الرأي غالبهم قوم اشتغلوا بفقه النصوص، أي بفقه كتاب الله جل وعلا أولا، ثم بما ثبت لديهم من الحديث. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يعني لم يكن في بداية الأمر كبيرا، لكنه اتسع مع مرور الزمن، اتسع مع مرور الزمن، أي في جيل الصحابة والتابعين لم يكن الفرق كبيرا، ولكن يعني كان هنالك نوع من الفرق، بما أن الذين اشتغلوا بفقه النصوص يعني لم يكن لديهم سعة من الوقت ومن الاهتمام والعمر للاشتغال بجمع النصوص، لأن جمع النصوص وحده يكفي لعمران عمر شخص كامل. الإمام البخاري رحمه الله يعني من أجل أن يصنف كتابه الصحيح وما صنف من الكتب في الأدب المفرد والتاريخ الكبير وغير ذلك من الكتب التي ألفها، وكلها في الحديث ورجال الحديث، استفرغ لذلك عمره كله، فما أنهى علمه حتى مات رضي الله عنه ورحمه. وكذلك أهل الحديث جملة عبر التاريخ، كذلك أيضا الفقهاء، ليفقه ما تجمع لديه من النصوص ولو كان قليلا، يحتاج إلى أن يتفرغ لذلك تفرغا، ليستنبط الأحكام وليستدل عليها ولها، وليرد على الخصوم فيما انتقدوه وغير ذلك من الأعمال والمناظرات. هذا أيضا يشغل العمر ويملأه، فكان من الصعب جدا الجمع بين الوظيفتين والمهمتين. وتجد الإنسان له ميل طبعي، هكذا خلقه الله، له ميل طبعي إلى التفكير والاستنباط، وتجد آخر له ميل طبعي إلى الرواية ونقد الأحاديث وأسانيدها والتثبت من صحيحها وسقيمها كما يعبرون، إلى غير ذلك مما هو معروف في تقسيمات أهل الحديث إلى الصحيح والضعيف والحسن، وما فرعوه عن هذا وذاك من تقسيمات أخرى. هناك قوم يعني هكذا يميلون بصورة طبيعية. فإذن تبلور عن هذا الأمر مدرستان كبيرتان: مدرسة الرأي، وكان يمثلها أبو حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه، يعني المذهب الحنفي الذي كان موطنه بالعراق، ومدرسة الآثار التي كان يمثلها مالك الإمام
بن أنس رحمه الله ورضي عنه، والذي كان موطنه بالحجاز أي بالمدينة المنورة بشكل خاص. لماذا كان المذهب الحنفي يميل إلى الرأي؟ لأمرين كبيرين، الأسباب ستكون كثيرة، ولكن هنالك أمران بارزان. الأمر الأول أن العراق هي أرض اختلطت فيها الأجناس، لأن على حدود ما كان يسمى يعني وإلى الآن في الحقيقة على حدود العالم العربي. يعني صحيح أن ما دونها من بلاد ما يسمى بلاد ما وراء النهرين، يعني أرض الفرس ومن والاهم، يعني كانوا مسلمين آنئذ، لكن ثقافة الناس لها تأثير. الفرس قوم جاءوا من الحضارة الساسانية، فرس لهم عقائد قديمة، نعم أسلموا، لكن الثقافات يصعب جدا محوها بالمرة، ولو أسلم صاحبها تبقى فيه طبائع وتبقى عنده أذواق خاصة به وبفهمه للحياة وبطريقة عيشه. فإذن الفرس كانت موطن التلاقح بين العرب وغير العرب، ولذلك كانت أرض فتان أيضا ومشكلات عبر التاريخ منذ الزمان الأول وإلى يومنا هذا، بما هي يعني جاءت على تخوم بلاد العرب. فإذن العراق بهذا الاعتبار إذن بما فيها من أجناس وفيها من أعراق ستسبب حدوث مشكلات في الحياة تحتاج إلى أن يجيب عنها الفقهاء، مما لا تعرفه العرب، لأن موطن العرب إنما هو الجزيرة، أي جزيرة العرب. فإذا ظهرت مشكلات أخرى وقضايا أخرى ومفاسد أخرى ومصالح أخرى. واشتهرت كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: يحدث للناس من أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. يعني مشكلات، وفعلا كثير من البدع كانت بأرض العراق، وأغلب الوضاعين للحديث كانوا بأرض العراق الذين وضعوا الحديث وكذبوا. حركة الزندقة ظهرت بالعراق، والمقصود بحركة الزندقة هي حركة عقدية ضد الإسلام، لأن لفظ الزندقة الآن في الدارجة المغربية ماشي بالمعنى الذي يعني هو استعمله به الفقهاء. نحن نستعمل لفظ الزنديق والزندقة للشخص الذي هو يعني ساقط الأخلاق، لا أخطر. الفقهاء كانوا يسمون الزنديق شخص يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو يشبه المنافق وليس إياه، لأن المنافق يخفي كفره خوفا، ولا هو مع المسلمين ولا هو مع الكفار، يعني من حيث النصرة لا ينصر لا المسلمين ولا ينصر الكفار، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما الزنديق فلا، هو مع الكفار وينتصر الكفار ويخطط لنصرة الكفار، لكن يخفي ذلك بإظهار الإسلام، وهذا جوهر الفرق بين الزنديق والمنافق. والزنديق كلمة فارسية احتفظ بها ولم تترجم إلى كلمة منافق حتى لا يقع التداخل بين المصطلحين والمعنيين. ولذلك المنافق كان يقبل منه ظاهره، يقبل ولا يقتل، يقبل منه ظاهره، وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين. لكن الزنديق الفقهاء أفتوا بقتله، انضبطوا وعرفوا واكتشفوا، لأنه محارب، هذا الزنديق محارب. أما المنافق فليس بمحارب، لأنه جبان مذبذبين، شخصية مرضية ضعيفة. فظهرت إذن حركة الزندقة بالعراق، وكل ذلك يعني أدى إلى أن كان هذا الموطن موطن غليان ومشكلات سياسية واجتماعية وعقدية وفلسفية، مصائب كثيرة كانت بها. وهذا أدى إلى أن يعني لا يمكن للفقيه أن يسوس هذه الأمة إلا إذا كان له قدر عال من الذكاء وقدر عال من فهم مقاصد النصوص، وله قدرة عالية على صناعة الأقيسة، جمع قياس. فأن يكون جامدا على النصوص هكذا لا يستطيع أن يستوعب بفقهه مثل هذا المجتمع الرهيب. فهذا كان عامل أساسي.
العامل الثاني أن أرض العراق بما كانت كذلك كان العثور فيها على الحديث الصحيح من الصعوبة والندرة بمكان لكثرة الوضاع، ولذلك قلت بضاعة أبي حنيفة في الحديث، فكان يأتيه الحديث ويرده، كان يرد الحديث الصحيح خبر الأحد إذا خالف القياس. لما؟ لأنه كان يريد أن يتثبت وأن يحتاط للدين، لأن الأرض كانت أرض وضعين كما سماها مالك رحمه الله. مالك الإمام كان يسميها العراق أرض الضرب أو دار الضرب، يعني ضرب السكة، يعني دار الضرب يقصد ضرب السكة التي تطبع النقود، فكانوا يطبعون الأحاديث يعني يصنعونها ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا العامل الآخر وهو قلة بضاعة العراقيين في الحديث، ولم يكن العراق موطن حديث بل كان موطن جرح وتعديل. أغلب نقاد الحديث الذين جرحوا وعدلوا كانوا من أهل العراق، كأبي شعبة أو شعبة بن الحجاج، شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج وغيره كثير من أهل العراق كانوا نقاد الحديث، أي يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف والحسن، وغربلوا وجرحوا وعدلوا في رواة الحديث ورجاله. المدينة المنورة كانت على عكس ذلك تماما، موطنا صافيا متجانسا. أغلب سكانها في هذا العصر الذي هو القرن الثاني الهجري، نهاية الأول وبداية الثاني. الإمام مالك مات 179 هجرية، يعني 179 هجرية يعني أن عمره عاشه في بحر القرن الثاني، وولد في أوائل القرن الثاني، يعني أنه يعني أدرك يعني أو على الأقل يعني مرحلته وعلمه الذي جمع علم قرن واحد وهو القرن الأول الهجري، يعني تجمع علم قرن واحد. فلما نشأ مالك وترعرع يعني بدأ يطلب العلم في المدينة المنورة فيها ولم يخرج منها رحمه الله حتى مات، فجمع علم المدينة. وفي المدينة كان جل الصحابة نعم تفرقوا في الأمصار لكن أغلبهم بقي في المدينة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما كان أميرا للمؤمنين كان يمنع بعض الصحابة من السفر لعلمهم، يعني كيخليهم بحال الوزراء، فيمنعهم من السفر ويلزمهم البقاء بالمدينة المنورة، وورثوا علمهم لأجيال التابعين. ولهذا ظهر طائفة من علماء المدينة قبل مالك كانوا يسمون بالعلماء السبعة أو الفقهاء السبعة للمدينة المنورة، وانتشر العلم بالمدينة. فلذلك المدينة كانت أكثر استيعابا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يلغي أن الأحاديث كانت في المواطن الأخرى، رويت أحاديث من مصر ومن اليمن ومن بلاد ما وراء النهرين والعراق إلى آخره، لأن الصحابة عاشوا في هذه المواطن جميعا. عمرو بن العاص فتح مصر في زمن عمر، لا شك في ذلك، لكن قلت طائفة الحديث الغالبة كانت بالمدينة. فإذا المدينة لم تكن بها فتن، كان فيها أمن وأمان واستقرار وتجانس بشري، وهذا أدى إلى عدم ظهور مشكلات اجتماعية كثيرة. ثم أيضا كانت بها قلت كان بها زاد حديث كبير، فكان من الطبيعي أن من نشأ من أهل العلم بالمدينة أن يغلب عليهم الآثار والرواية. لكن ليس معنى هذا أن أهل الآثار وأهل الحديث لم تكن لهم عقول ولا دراية، كلا، وإنما هذا التقسيم كان باعتبار الغلبة. أعني أن أهل الحديث كانوا يستنبطون وكانوا يجتهدون ويستعملون القياس وسائر الأدلة، لكن يغلب عليهم الأثر. وأهل الرأي يعني كانوا نعم يعني لهم رأيون ولهم، ولكن مع ذلك كانت عندهم أحاديث، وكانوا يحكمون أو يفتون في أشياء بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله، لكن كان يغلب عليهم الرأي. فإذا تقسيم المدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، إنما هو قائم أساسا على الغلبة لا على القطع والقطيعة، إنما هو قائم على الغلبة. إلى حد الساعة يؤرخ علماء التشريع هذا التاريخ، لكن لا ينبغي إذا استمررنا في تاريخ التشريع
أي تاريخ الفقه الإسلامي، تاريخ أصول الفقه، ما ينبغي أن يصير الأمر هكذا على إطلاقه بهذه الأحكام. أعني أن القول بأن مالك رحمه الله ومذهبه كان يمثل مدرسة الآثار، وأن مدرسة الرأي إنما كان يمثلها أهل العراق، لا ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لأنه في التاريخ بعد ظهر قوم غيروا المعادلة كما يعبرون. ظهر الشافعي تلميذ مالك، وظهر أحمد بن حنبل رحمهم الله. فأحمد بن حنبل في حقيقة الأمر يمكن أن نقول إنه هو الذي صار بعد زعيم مدرسة أهل الآثار بحق. إذن ما بقي موقع مالك، بقي موقع مالك وسطا بين مدرستين، لأن القول بأنه كان يمثل مدرسة أهل الرأي قول نسبي. كيف نسبي؟ يعني إذا قارنته بأهل العراق بالمذهب الحنفي، نعم أنا إذن سيتجلى لك أن مالكا كان صاحب أثر في غالب أمره، لكن إذا قارنته بالحنابلة أي بمذهب أحمد بن حنبل سيبدو لك قطعا أن مالكا كان صاحب نظر وليس صاحب أثر، لأن الذي طغى على مذهب أحمد بن حنبل إنما هو الرواية، وقل ما كان يلجأ إلى القياس والرأي، قليل. والشافعي هو واسطة بين أحمد بن حنبل والإمام مالك، لأنه تتلبد عن مالك ثم بعد ذلك صار يميل أكثر إلى الحديث، لكنه يعني وسط بين الأمرين، لأنه كان يطبع مذهبه الاجتهاد اللغوي، لأنه كان فصيحا وكان لغويا وكان عليما بلغة العرب. من الشافعي كان عليما بلغة العرب، ولذلك طبع مذهبه القدرة على التحليل اللغوي للنصوص، كما هو واضح جدا في كتاب الرسالة الذي هو يعني أول كتاب وضع وصنف في علم أصول الفقه، يعني قوته وعارضة اللغوية واضحة. فإذن هذا التطور الذي حصل في تاريخ الفقه الإسلامي لا شك كانت له بواعث، يعني كما بينا لماذا كان أهل الرأي يعني تمذهب به وغلب عليهم في العراق لأسباب ذكرتها، ولماذا أهل الحديث كانوا بالحجاز وبالمدينة بشكل خاص لأسباب ذكرتها. لماذا ظهر أحمد بن حنبل رحمه الله بهذا المنهاج؟ كان من أهم الأسباب، نقول من أهم وليس على الإطلاق، يعني من أهم الأسباب أن المعتزلة في ذلك العصر، وهذه المرحلة هذه التي ظهر في أحمد كان عصر العباسيين، عصر المامون العباسي ومن قبله ومن بعده. فعصر العباسيين خاصة في عصر المامون سيطرت المعتزلة على توجيه الدولة، أي صاروا مستشارين كما نعبر اليوم، مستشارين ثقافيين للخليفة ووزراء، فجعلوا يلزمون الناس بمقولاتهم، وعلى رأسها القول بخلق القرآن. والقصة مشهورة معروفة، لأنهم ألزموا أحمد بن حنبل رحمه الله بأن يفتي بخلق القرآن، فرفض وامتحن في ذلك امتحانا، وغالب الأئمة امتحنوا كل بصورة ولسبب أو لآخر، كما امتحن مالك رحمه الله في فتواه المعروفة بإبطال طلاق المكره، طلاق المكره لا يجوز. ما المشكل الذي حصل للناس وللعلماء بشكل خاص في هذه المرحلة؟ والمشكل الذي حصل هو أنه غلبة العقل على مدرسة الاعتزال في الأصول وفي الكلام والعقائد، وظلمهم للناس، لأن إلزام الناس برأيين ظلم، خاصة إذا كان يعني باسم السلطة وباسم يعني القوة القهرية، لا يكون إلا ظلما. هذا سيؤدي إلى رد فعل عكسي تماما. فعلى قدر غلو الاعتزال والمعتزلة في إجبار الناس وإلزامهم بالمقولات العقلية المجردة، أي مجردة عن الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. نعلم أن المعتزلة لها تحليل ولها تأويل ولها فهم ولها استدلال أيضا بالكتاب والسنة، لكن على غلو في التأويل وفي
إخراج النصوص عن مقاصدها بناء على ما يوافق قواعدهم العقلية المعروفة. هذا سيؤدي قلت إلى رد فعل، وهو أن الناس سيتشبثون أكثر وأكثر بالآثار، وأنت حينما تشعر بأن شخصا يريد أن ينتزع منك شيئا فأنت تتشبث به أكثر. ولذلك قال الله جل وعلا في محكم كتابه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ففرق بين يمسكون ويمسكون، فالتمسيك دال على أن المنازعة ستحصل على الكتاب، وهذا واقع هذا الزمن. المسلمون يراد لهم أن ينتزع منهم كتابهم، أن تنتزع منهم أحكامه الشرعية، ولذلك الحال المطلوبة هو التمسيك بالكتاب وليس الإمساك، لأن الإمساك لا يكفي. فصورة طبيعية إذن أنك إذا شعرت بأن شخصا يريد أن ينتزع منك شيئا أنت تملكه ثقافي معنوي أو مادي فإنك تمسك به، أي تتشبث به أكثر وأكثر. فازداد التشبث بالآثار وقل النظر، أي استعمال العقل، لأن العقل شيمة اعتزالية، أي الغلو وليس العقل، الغلو في استعمال العقل شيمة اعتزالية. وبما أنهم ظلموا الناس في إرغامهم القول بخلق القرآن زادهم ذلك تشبثا أكثر وأكثر بالآثار، فصار الناس إلى الحنبلية، وإنما الحنبلية تشبث أكثر بالآثار ويعني إهمال للنظر. لم يكن الإهمال مطلقا ولا كليا، ولكن يعني كان غالبا. ولهذا إذا قارنت أصول مالك رحمه الله مع أصول أحمد بن حنبل وجدت فرقا كبيرا. كان مالك يعني بما كان أو على قدر تشبثه بالآثار كان أيضا يتشبث بالنظر، فيأخذ من الكتاب ومن السنة عبر طبقات ومراتب الأدلة، يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ومن ظواهر الكتاب والسنة، ويأخذ بأخبار الآحاد وبالخبر المتواتر وبعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة إنما هو أثر وليس بنظر، يعني ليس عملا عقليا، هو عمل نقلي محض. وهلم جرى. وكان يحتاط كثيرا بسد الذرائع، لكن إلى جانب ذلك كان يعول على العرف، أعراف الناس، كان يعول على المصالح المرسلة، كان يعول على الاستحسان، كان يعول على الاستصحاب، كانت له نظرة مقاصدية إلى الأمور باعتبار المآلات. فإذن كان عنده توازن في مذهبه وحقيقة فعلا بغير تعصب ولا مجاملة. مذهب مالك لو أخذ بحقه من أجود المذاهب الفقهية على الإطلاق، أقول من أجود المذاهب الفقهية على الإطلاق. فإذا أخذت أصوله اشتغلت بها فليس معنى ذلك أنك أنت ملزم بكل نتائجه، لا أبدا. وكثير من الأحكام الآن في المذهب المالكي ليست من قول مالك إطلاقا، وإنما هي من قول الأئمة المالكية الذين جاءوا بعد، واختلفوا. المالكية أنفسهم اختلفوا، وتأسست في المذهب مدارس مشهورة. يعني هي في الحقيقة المذهب المالكي هو عبارة عن مذاهب، هو برسول، أي مناهج مختلفة في تطبيق مذهب مالك. فكان مالكية العراق كعبد الوهاب البغدادي وابن القصار البغدادي. ابن القصار صاحب عيون الأدلة والمقدمات، أو المقدمة هي مقدمة لعيون الأدلة في الاختلاف. يعني المقدمة هي كتابة في أصول الفقه المالكي قديمة جدا، لأن ابن القصار عاش في القرن الرابع الهجري. الإمام عبد الوهاب البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي، يعني كان إماما في الفقه. هذه مدرسة وهي مالكية، مدرسة مالكية مشهورة. في مصر كانت مدرسة أخرى مالكية، يعني كان فيها الإمام القرافي من الأوائل إلى عهد الإمام خليل الذي صار مختصره هو يعني دستور المالكية في العالم، عليه أزيد من 100 شرح على مختصر خليل المالكي المصري.
والمذهب المالكي في مصر مذهب ضخم كبير، يعني في القرون القديمة، يعني القرن السادس والسابع والثامن الهجري، كل هذه القرون يعني كان فيها المذهب المالكي نشيطا وحيويا. هذه مدرسة أخرى تختلف عن المالكية الذين كانوا في العراق. ثم أيضا مالكية المغرب والأندلس، هذه مدرسة أخرى مختلفة تماما، ورب نازلة قال فيها المغاربة والأندلسيون بغير ما قال فيه أو فيها مالكية العراق، وكلهم مالكية، أو بغير ما قال فيها مالكية مصر، وكلهم مالكية. لما؟ لأن البلدان تغيرت، ولأن المذهب المالكي هذه طبيعته، بما أنه اعتمد على الأعراف واعتمد على كون من قواعده العادة محكمة، يعني فبما تتبدل الأعراف والطبائع والبيئات، فإن الأصل هو الأصل، ولكن تطبيق فروعه سيختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمان. ولهذا كانت للمذهب المالكي قدرة على التطور والاتساع قل ما نجدها في مذهب غيره. أو معروف أنه حتى داخل البلد، يعني في الغرب الإسلامي، يعني كان هنالك نوع من الاختلاف البسيط الدقيق لا يشعر به إلا الذين دققوا النظر في المذهب بين مالكية الأندلس ومالكية المغرب، مع أنه في الأصل قطر واحد. يعني دول الإسلام التي حكمت المغرب، يعني كالمرابطين والموحدين وقبلهم الأدارسة وغيرهم، يعني كان القطر واحدا، الأندلس والمغرب كان دولة واحدة. ومع ذلك فقهاء المالكية بالأندلس هم غير فقهاء المالكية بالمغرب في كثير من الأمور، لأن منهج التعليم أيضا كان عندهم مختلف، وقد ذكره ابن خلدون رحمه الله في المقدمة. فحينما كان أو لما كان مالكية المغرب هنا، والمغرب حينما تحدث المغرب بمعناه القديم، يعني المغرب يدخل فيه تونس والجزائر وليبيا، كانوا يعتمدون يعني في تعليم أبنائهم وتعليم طلبتهم حفظ القرآن أولا ثم حفظ المتون، تماما كما هو ما يزال عليه الحال إلى الآن في المدارس العتيقة. الأندلسيون ما كانوا هكذا أبدا، كانوا يبدأون بتعليم أطفالهم الأدب والعربية قبل الحفظ، حتى إذا انطلق لسانهم بالعربية وتمكن منها وتمكن من الأدب وقواعد العلم، بعد ذلك فقط يبدأ مرحلة حفظ كتاب الله جل وعلا وحفظ المتون. فإذن يعني الفرق المنهجي البسيط هذا يعني أدى أيضا إلى اختلاف في الطبائع والنظر والتحليل، وكثر التأليف عند أو قول كثر ليس التأليف حسب الإبداع، يعني جديد. كتب الأندلسيين كانت كتبا مبتدأة في العلم، عندهم ظهر الشاطبي الذي جدد علم أصول الفقه، وعندهم ظهر الباجي الذي يعني كان هو العمود الفقري للمذهب، والذي لولاه كما قالوا لا أكل ابن حزم الناس وأكل المالكية. وعندهم ظهر ابن رشد الجد صاحب المقدمات الممهدات وصاحب البيان والتحصيل، وابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد وما أدراك ما بداية المجتهد. فالأندلسيون في الحقيقة كانوا يعني يبدعون ويجددون ويصنفون التآليف الرصينة المتينة بما طابع الله ألسنتهم وأقلامهم من البيان ومن الإدراك العميق النصوص، بينما غالب على المالكية بالمغرب الاختصار جمع كتب النوازل. كتب النوازل هذا هو الغالب، يعني كصاحب المعيار والمهدي الوزاني بعده في المعيار الجديد الذي يسمى بالنوازل الكبرى، والاختصارات بصفة عامة في الفقه. فلذلك إذن الاختلاف الذي قد يحصل في الفروع، هذا هو النتيجة التي أردت أن أؤكدها. الاختلاف الذي قد يحصل في الفروع لا يعني أبدا بأن الإنسان قد خالف المذهب، ما دام يشتغل ويستعمل قواعد المذهب وأصوله. لو قام قائم وقال أنا لا أؤمن بعمل أهل المدينة، نعم، هذا خرج بالمذهب ولم يعد مالكيا، وهو حر، ممكن يكون أنا إذن حنبلي أو شافعي ما شاء ليختار الأصول التي يشتغل بها. لأن الذي يميز فعلا المذهب المالكي عمل أهل المدينة، لكن أشياء أخرى تميزه، لكن هذا إن شئت يعني هو الفصل في التعريف. الفصل في التعريف كما يقولون الإنسان حيوان ناطق، فقولهم يعني ناطق هو فصل،
أي يفصل التعريف عن غيره من الحيوانات غير الناطقة، وإلا فقواعد مالك الأخرى استعملها غيره. الاستحسان كان عند أبي حنيفة، القياس كان عندهم جميعا، العرف عند أغلبهم، الاستصحاب عند أغلبهم أيضا، عند الحنابلة وعند الحنفية عند أغلبهم. قاعدة مراعاة الخلاف نعم هذه كانت عند الشافعية وعند آخرين، لكن يعني غلب استعمالها على المالكية. لكن عمل أهل المدينة تفرد به مالك، لا أحد في العالم اعتمد عمل أهل المدينة إلا الإمام مالك. ولذلك فعلا يعني الفصل الذي يميز المذهب المالكي عن غيره كونه اعتمد عمل أهل المدينة، ولذلك كان يسمى فقهه بفقه أهل المدينة. أحيانا يطلق على المذهب المالكي مذهب أهل المدينة، مذهب أهل المدينة أو فقه أهل المدينة. وقد جمع في ذلك ابن عبد البر رحمه الله مختصرا معروفا مشهورا وغيره. فإذا خلاصة الأمر أن دراسة أصول الفقه يعني تمكنك من التمييز والنظر بين صحيح الأقوال وسقيمها وتصنيفها. يعني تعريف هذا القول هو أليق بالمذهب الفلاني أو بغيره، تصنفه حتى ولو كان صاحبه من المعاصرين. واحد يفتي فتوى اليوم قد نقول في هذه فتوى حنبلية، ولو لم يتكلم فيها أحد من الحنابلة قبل قط في التاريخ عمرها ما تقالت، يعني فتوى جديدة، لكن قد نقول هي فتوى حنبلية باعتبار منهجها، وقد نقول هي فتوى مالكية باعتبار منهجها، وقد نقول هي حنفية باعتبار منهجها. والآن فعلا يظهر أن هنالك علماء يعني بعضهم يعني أقرب إلى المذهب الحنفي منهم إلى غيره، وبعضهم أقرب إلى الحنبلية، وبعضهم أقرب إلى المالكية، وبعضهم أقرب إلى الشافعية وهلم جرا. وأحسب يعني هذا اجتهاد خاص، أحسب أن المذاهب فعلا قد أرست ورسخت في هذه الأربعة على الأقل في إطار أهل السنة، دعك من الشيعة تلك مدرسة أخرى تماما. لكن في إطار أهل السنة والجماعة المذاهب الفقهية الكبرى أطارت التاريخ، وأحسب بإذن الله أنها ستؤطر المستقبل أيضا. لكن يجب أن أفهم على أن الحديث يتعلق بالأصول ماشي الفروع. يعني واحد النص راه في خليل يعني غيحكمنا حتى نموت، لا، ليس هذا المقصود. يعني خليل لا يلزمنا ولا ابن عاشر ولا فلان ولكن يعني قواعد المذهب، وقد اشتغل بقواعد المذهب فأرد على خليل، لما لا؟ خص غير تكون العارضة العلمية قوية وكان. وهذا الأمر يعني يمكن أن ينظر إليه من جهتين. يعني علاش هذه المذاهب أولا عاشت عبر هذا التاريخ؟ لماذا لم تمت في التاريخ القديم ولم تزل منذ العهد الأول، يعني من بداية القرن الثاني الهجري؟ بل حقيقة وجودها كانت تتبلور في القرن الأول الهجري. من جيل الصحابة بدأ هذا التمييز بين الاتجاهات والفهوم وطرق الاستنباط والعمل، لكنها تبلورت مع القرن الثاني الهجري ثم بداية الثالث، لأن الشافعي رحمه الله مالك وأبا حنيفة كلهم عاشوا في القرن الثاني الهجري. يعني ما كتهمش 4 سنوات ديال الشافعي اللي عاشها في القرن الثالث، هذيك ما تحسبش، لأنه مات في 204 هجرية. شنو هي 4؟ لا شيء. يعني علمه وطلبه للعلم واجتهاده الغالب القوي الذي أسس المذهب كله كان في إطار القرن الثاني الهجري، ولم يعيش في القرن الثالث إلا 4 سنوات. بينما أحمد بن حنبل فعلا هو الذي عاش أغلب عمره في القرن الثالث، لأنه 41 سنة في القرن الثالث الهجري ماشي سهلة هي العمر دياله. طبعا ماشي غير 41 سنة اللي عاش، ولكن كان قصد يعني العمر الفكري اللي أطر المذهب. فإذا باختصار القرن الثاني الهجري كان قرن الازدهار الفقهي، ومن القرن الثاني إلى الآن والمذاهب حية. هذا سؤال خصو يعني يتفهم، بمعنى أن لها مقومات للبقاء والحياة. لو كانت مذاهب لا تستحق الحياة لماتت بصورة تلقائية كما ماتت مذاهب أخرى معها، كانت نشأت معها وقبلها وبعدها في التاريخ. الإمام الطبري كان بعيد أحمد بن حنبل بقليل، وكان له مذهب ومات مذهبه من قرن،
الليث بن سعد كان معاصرا للإمام مالك وناظره ورد عليه في قضية عمل المدينة، معروفة مراسلة مالك مع الليث بن سعد، كان يرد عليه احتجاجه بعمل أهل المدينة، ورد عليه الآخر أيضا بمراسلته. لكن مذهب الليث بن سعد مات وانقرض. مذهب الأوزاعي نعم هو أيضا انقرض، ما بقي له أثر في التاريخ. في بداية الأمر نعم أول مذهب دخل في الفقه دخل المذهب الأوزاعي ولكنه لم يستمر، ودخل المذهب الحنبلي دخله بقي بن مخلد جاء به إلى الأندلس مذهب الحنبلي ثم لم يستمر في المغرب، لكن الحنبلي قطعا استمر في المشرق. الشاهد عندنا أن هذه المدارس هي التي تؤطر الفقه الإسلامي بصفة عامة. يعني ماذا يمكنك أن تكون الآن؟ إما أثريا فأنت حنبلي، إما عقليا يغلب عليك العقل فأنت حنفي. ماشي بالضرورة تقول لي لا أنا أخالف الأحناف في كذا وكذا، لكنك توافقهم في طريقة التفكير. وإما وسط بين الأمرين تستعمل هذا وذاك فأنت مالكي، وإما يغلب عليك التحليل والدراية اللغوية فأنت شافعي على آثار مع الآثار، أنت شافعي. تبغي تطلع احتمال آخر ما يطلعش تماما كما وقع للفقهاء أو لأهل اللغة حينما قعدوا العربية، لأن المرحلة ستفهم المرحلة التي كانت تقعد فيها المذاهب هي مرحلة تدوين ذاكرة الأمة، مرحلة تدوين ذاكرة الأمة، ماشي غير الفقه والأصول الذي كان يدون، كلا كل شيء في تلك المرحلة كان يدون. كانت تدون اللغة وتقعد قواعدها، يعني قواعد البلاغة، قواعد النحو، قواعد فقه اللغة، المعاجم، فكل شيء كان يقعد. ثم تأسست مدارس النحو، هذه مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين والظاهرية في النحو أيضا، ورست الاتجاهات وانتهى. أيضا في العروض جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي واستقرأ شعر العرب ووجد اللي وجده هو أن بحور الشعر 15، ثم اكتشف الأخفاش بعد ذلك بحرا آخر وهو الخبب وأضافه فجعلها 16 ولم تزل كذلك إلى اليوم. ليس معنى ذلك أنه لا يمكنك أن تجدد، لا تجدد، ولكن الاتجاهات راست. ولهذا القول بنقض المذاهب كلام في حقيقة الأمر غير علمي، كلام غير علمي، وأخشى أن يكون فيه نوع من الميل، بل أقول نوع على الأقل عند بعضهم نوع من العصبية المذهبية. كيف؟ بعضهم حنبلي حتى النخاع ويحدثون عن اللامذهبية والكتاب والسنة، الكل كل يدعي وصلا بالهلال، ما كاينش اللي ما يقولش الكتاب والسنة، ولكن بأي منهج؟ فلذلك إذن القول بنقض المذاهب قول ما أحسب إلا أن الزمان سيكشف بأنه باطل. لكن أن تكون عبدا لمذهبين هذا تقليد وهذا عمى، لا شك في هذا. لا يعني أننا نقول بالمذهبية يعني أننا نلزم الناس بالتقليد، لا، هذا غلط ولا يجوز، بل يجب الاجتهاد. ولو وقف الفكر الإسلامي الآن عند حدود ما قيل لمات ولا جمدت الأمة وما كان لها أن تبقى إلى المستقبل. فالمناهج راسية، المناهج راسية يضاف إليها وتجدد بعض أصولها، لكن في نهاية المطاف راسية. أما الفروع الفقهية حلال حرام واجب مندوب كذا مما لم يقع فيه إجماع ولم يقع فيه قطع في نصه، مما هو معروف ومما لا يسع فيه الخلاف ولا يجوز فيه الاختلاف، يعني من غير هذه الأشياء لا بد وأن يقع التغيير ولا بد وأن يقع التجديد ولا بد وأن يقع القول الجديد دائما. والنوازل بصفة عامة، النوازل الجديدة التي لا تجدها في كتب الفقه لأنها لم تكن كثيرة كثير جدا، خاصة في أمور المعاملات. يعني معروف أن أمور العبادات يعني لا تجديد فيها في غالب الأحيان لأنها أمور تعبدية لا مجال للعقل فيها، لكن أمور المعاملات ما جد فيها من النوازل والحوادث يكاد لا ينحصر.
كثير كثير جدا، بدءا بمجلس العقد إلى آخر أحكام الشريعة في أمور المعاملات. كثير عقود كثيرة جدت، أشكال كثيرة جدت. خلاف قديم مشهور مثلا على سبيل المثال الحصري كان حول خيار المجلس. هل خيار المجلس ينتهي بالافتراق بالأبدان أم بالافتراق بالأقوال؟ بناء على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال مالك: إنما هو الافتراق بالأقوال لا بالأبدان. وقال أحمد بن حنبل ومن صار على نجيه هو الافتراق بالأبدان. الآن لا يوجد في كثير من الأحيان مجلس، يعني الناس يبيعون ويشترون وتقع عقود لا مجلس فيها بالمعنى الحقيقي. المجلس لا مجلس فيها، يعني بالهاتف وبالانترنت، يعني واحد في المغرب وواحد في فرنسا أو في اليابان، ويقع البيع والشراء والاتفاق وتحول البضاعة ويحول المال. فأي مجلس هذا الذي سنفترق عليه بالأقوال أو بالأبدان؟ هذه الأمور يجب أن نعيد النظر فيها. لكن مع ذلك مهما اجتهدت فطريقة اجتهادك ستكون مؤطرة بطريقة اجتهاد إما المالكية أو الحنبلية أو الحنفية أو الشافعية، لأني أحسب أن هذه المناهج استوعبت طرق التفكير لدى المسلمين بما هو متاح من كتاب الله وسنة رسول الله. يعني الإمكانات اللي تعطى العقل البشري من أجل أن يشتغل في إطار الكتاب والسنة، يعني إما أن يكون حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا، ولا ينبغي أن يؤخذ هذا بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن بالمعنى المنهجي، أي الطريقة ديال الخدمة والطريقة ديال الفهم. فإذا هذه أيضا إضافة نختم بها بحول الله عز وجل ما سبق من تقديم لعلم أصول الفقه، من أجل أن نشرع إن شاء الله عند حصولنا على الكتاب في دراسة قواعد وأصول الإمام مالك رحمه الله، من أجل أن نتبين كيف فكر الإمام مالك تفكيره وكيف أنتج علمه، وهذا شيء يهمنا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.